لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت من حكاية تشاو، حابب اقولك ان انت فاتك عظمة يا صديقي. فاللي فايته حاجة يروح يتفرج عليها الاول علشان يفهم الدنيا ماشية ازاي. اما الجامد اللي متابع معاه الحكاية كلها ووصل للحظة دي يتحمس علشان هنكمل حكايتنا. تشاو بعد كده بيبدأ ان هو يتقدم واحدة واحدة نحو العربية بتاعة الملك، وساعتها بيقتل كل الجنود اللي كانوا بيحاولوا يعترضوا الطريق بتاعه او يقفوا قدامه. مشهد المعركة بيكون ملحمة حرفيا ومليان صراخات ودماء، ولكن تشاو بيكمل الثبات بتاعه لحد ما بيوصل للملك اللي بيكون واقف يرتعش ومش عارف يعمل ايه. بيصرخ بأعلى صوته قدام بطلنا تشاو وقتها وبيقول له ارجوك ما تقتلنيش، انا هديك اللي انت عايزه كله، دهب او فلوس او اي حاجه انت عايزها. بس بطلنا تشاو بكل ثقه بيرد عليه في هذه اللحظه وبيقول له المكافأة الوحيدة اللي أنا عايز أحصل عليها هي إن اسمي يتكتب في التاريخ بإن أنا قتلتك. وبدون أي تردد بيقتل الملك وقتها بدم بارد، والدم بينزل على الأرض والجنود كلها بتهتف باسم بطلنا تشاو، فخورين بالقوة بتاعت قائدهم اللي قدر يخلص على الملك بدون أي تردد ولا خوف. وأما بقى على الجانب التاني بيظهر ملك آخر بيوصل لمكان الملك هان اللي قتله بطلنا تشاو من شوية، وبيكون واضح إن الملك ده جاي يستلم المدينة ويتأكد من مصير هان. بيبدأ يسأل بصوت عالي وقتها فين الملك هان، يا ترى هو خرج واستسلم ولا لسه؟ واحد من الجنود وقتها بيرد عليه وهو خايف وبيقول له الملك هان هرب من القصر، وده اللي احنا سمعناه، مش عارفين هو هرب ليه ولا راح فين حتى. وبيجي واحد من الجنود تاني في هذه الاثناء وبيقول احنا دورنا في المدينة كلها ولكن مفيش اي اثر للملك هان، ولا العربيات بتاعته حتى باين لها اي اثر. الوضع غريب لحد دلوقتي، ازاي يعني اختفوا بالسرعة دي؟ الملك الجديد بيبدأ ان هو يبص حواليه في هذه الاثناء وبيبدأ ان هو يشك في حاجة كبيرة حصلت، ولكن هو مش قادر يحدد ايه تفاصيلها بالظبط. والملك ده كان بيفكر وقتها في هدم المدينة كوسيلة لإثبات قوته، ولكن التابع بتاعه شاف ان الخطوة دي مش هتضيف اي حاجة جديدة، خصوصا بعد هروب الملك هان. بنشوف على الجانب الاخر بطلنا تشاو لما ظهر في القاعة وكان معاه شوية جنود، وقدم وقتها تقرير عن اكتشاف لمحاولة هروب الملك هان، وعرض وقتها جثة الملك هان والجنرال بتاعه قدام الجميع كرمز الانتصار الصين على كوريا. تابع الملك هان اول لما شاف الجثه بتاعته بدا يعبر عن احساسه بانتهاء امل البلاد تماما. الوضع ساعتها كان بيظهر تفوق جيش بطلنا تشاو وقد ايه هو قوي، مش شخص سهل خالص، مع رساله واضحه للجميع ان اي حد هيهدد الصين هيتم القضاء عليه بدون اي تهاون. الجنرال لجيش الصين وقتها كان فخور جدا ببطلنا تشاو اللي هو عامله ومش مصدق عينيه لحد دلوقتي، لان القضاء على الملك هان كان انجاز كبير جدا، مش مجرد نصر عادي كده وخلاص. القائد اللي كان موجود مع الجنرال قرب من تشاو وقتها وقال له ان هو سمع عنه كتير وعن انجازاته كمان، وكان واضح ان هو فخور جدا بيه وقتها، واكد له ان هو هيديله مكافأة كبيرة جدا هو يستحقها عن جدارة. وبعد كده القائد خرج بحماس قدام الجنود كلها واعلن عن انتصارات بطلنا تشاو اللي حققها، وقال وقتها ان مفيش اي حاجة دلوقتي تمنعهم من دخول المدينة بسهولة. الجنود ساعتها كانوا بيهتفوا باسم دولتهم بكل فخر وكأن روحهم المعنوية ارتفعت للسماء. ولما جه الليل تشاو كان قاعد لوحده في الأوضة وظهر نظام النافذة قدامه فجأة. النظام بلغه وقتها ان هو حصل على 500 نقطة مقابل قتل الملك هان، وكمان وقتها عطوله طريقة قتل عالية الجودة. الخبر ده خلاه يتحمس جدا وكان فرحان وقرر ان هو يجرب الطريقة الجديدة دي، ولكن المفاجأة بقى بالنسبة له النظام عرفه وقتها ان مستواه اقل من ان هو يستخدم التقنية دي. تشاو حس بخيبة امل من البداية، ولكن ده ما خلوش ان هو يستسلم، بالعكس ده شجع نفسه اكتر ان هو يركز على حلمه. بالفعل قرر ان هو يتدرب تدريب مكثف ساعتها، ووقته كله بقى مكرس علشان يرفع مستواه، وكان هدفه واضح وقتها ان هو يوصل للقوة اللي تخليه يقدر يستخدم التقنية دي ويحقق اكبر تقدم في حياته. وبعد ما تشاو خلص التدريب العنيف بتاعه ده كان حاسس ان هو اقوى بكتير دلوقتي، وان هو يقدر يواجه اي خطر بسهولة. المكافآت اللي حصل عليها من النظام كانت ضخمة جدا، وده خلاه ساعتها ان هو يقتنع اكتر واكتر ان هو على الطريق الصح، وبدأ يفكر في الخطوة الجاية وقال لنفسه ان هو يستنى المكافآت بتاعة الملك تشين، وادى لنفسه امل ساعتها ان الايام اللي جايه كلها تكون مليانه فرص كبيره. وفي وسط التفكير بتاعه الكتير ده لقى نفسه بيفكر في حبيبته فجاه، ما كانش عارف عنها اي حاجه وقتها ولا اي اخبار حتى، وده خلاه ان هو يحس بالقلق شويه لما جه الليل نام وحلم بيها كمان، وشافها ساعتها في الحلم وهي حامل بطفلهم، وكانت فرحانه جدا ان هم اجتمعوا من تاني. الحلم كان اشبه بالحقيقه جدا لدرجه ان هو حس ان هو عايش اللحظه بالفعل، وكان نفسه ان اللحظه دي تستمر
للأبد ويفضل معاها في حضنها. ولكن فجأة كل حاجة اتغيرت ساعتها لما حس بخطر قريب منه، وكان عنده إحساس إن في حد بيقرب منه وفي جنود على وشك إن هم يهاجموه. تشاو صحي وقتها على طول، وكانت حواسه كأنها مستعدة إن هي تواجه أي حاجة. كان عارف وقتها كمان إن التهديدات بتاعة المعسكر اللي حواليه مش هتخلص أبدا على مدار الأيام، وإنه لازم يكون دايما في حالة تأهب. تشاو بيصحى من النوم مرعوب وقتها بسبب الحلم اللي شافه واللي كان فيه الجنود أخدوا حبيبته منه، وبيحس وقتها إن ده تحذير ليه، والحلم خليه يدرك إن القوة بتاعته لوحدها مش كفاية لحمايتها، وإن هو كان محتاج يركز أكتر على إنه يكون أقوى استراتيجيا كمان. على الجانب التاني الملك بيوصل له أخبار عن اللي بطلنا تشاو عمله، وقد إيه قوته كانت جبارة جدا ومبهرة في القضاء على الملك هان. الملك وقتها ما بيكونش مصدق نفسه ومستغرب جدا من قوة بطلنا تشاو الكبيرة دي، وقال لنفسها وقتها إن المماليك السبعة استمروا مئات السنين من غير أي تغيير خالص، بس تشاو المبتدئ ده شكله جاي هيغير كل الموازين دي تماما. الملك وقتها بيحاول إن هو يستغل قدرات بطلنا تشاو وقوته، وبيحدد المدينة اللي هتبقى هدفهم اللي جاي، وساعتها بيصدر أمر بتعيين بطلنا تشاو جنرال على حدود البلاد علشان يحميها من أي تهديد خارجي، وكمان بيكلفه بالتصرف مع الجيش الكوري. كان بيفكر كده وقتها علشان عايز يسيطر على الوضع كامل وعلى المنطقة. تشاو ساعتها بيلاقي نفسه في موقف مسؤولية أكبر من اللي كان متخيله، وبيبدأ يخطط للخطوة الجاية بحذر شديد جدا علشان يحافظ على توازن القوة ويحقق الهدف بتاعه بسهولة. الجنود كانوا ملاحظين قد إيه الملك بيحب بطلنا تشاو وبيقدره جدا، وكانوا شايفين هما كمان إن هو يستحق كل التقدير ده بسبب إنجازاته الكبيرة، والسبب ده خلاهم إن هما يحترموه أكتر وأكتر وقتها. وفي نفس الوقت ده أحد القادة بنشوفه لما كان بيطلب من الملك إن هو يتكلم معاه على جنب، وفعلا الملك بيبدأ إن هو يسمع منه، وساعتها القائد بيبلغه إن أغلب الرجالة بتاعت الملك هان ماتوا في المعركة، وبيبدأ ساعتها يكلمه عن جواز شخصين معينين واضح إن الملك يعرفهم كويس. الملك رغم إن هو بيفكر في الموضوع ولكن بيقول للقائد إن الجواز ما ينفعش نفرضه على أي حد خالص، وبيظهر لنا إن هو كان بيحترم حرية الاختيار كويس قوي. وبعد كده على الجانب التاني واحد بيروح من المسؤولين يبلغ تشاو بمكافآته بالكامل، واللي كانت بتشمل ترقية لمستوى أعلى في الجيش، وبجانب موارد وأدوات نادرة جدا. بيكون بطلنا تشاو وقتها في قمة سعادته وحاسس إن المكافآت دي خطوة كبيرة ناحية تحقيق حلمه في توحيد الممالك السبعة. تشاو ما كانش متوقع لحد هذه اللحظة إن المكافآت تكون كبيرة بالشكل ده، وده بيزود عنده الحماس والمسؤولية وقتها، لأن المهمة الجديدة اللي هو موكل بيها كبيرة جدا، ولكنه بيحاول إن هو يركز على التخطيط بشكل أكبر علشان يقدر يحافظ على كل الإنجازات اللي هو حققها لحد دلوقتي. وبعدها الجنود بيكملوا كلام وبيعرضوا على بطلنا تشاو الخطة الجاية لجيشهم، واللي بتشمل كيفية السيطرة على باقي المدن وتأمين الحدود. وتشاو ساعتها بيبدأ ياخد منصبه الجديد كجنرال بكل جدية، وبيتم استدعاء كل الجنود اللي تحت قيادته في مشهد مهيب جدا. بيقف الجنود بعد كده قدامه بيقسموا على الولاء ليه، وبيعلنوا استعدادهم لتنفيذ أوامره بدون أي تردد. تشاو وقتها بيلاقي نفسه مسؤول عن 1000 جندي كاملين، ودي بتكون مسؤولية كبيرة وضخمة، خاصة إن هو لسه صغير مقارنة بالمناصب الكبيرة اللي حصل عليها. وجوده في المكان ده بيخلي الكل منبهر جدا بقوته، مش بس بالقتال لكنه كمان في القيادة بتاعته كان حكيم جدا واتخاذ القرارات الحاسمة. في نفس اللحظة بقى بطلنا تشاو بيكون حاسس بثقة للمسؤولية، لكنه بيقرر إن هو يستغل كل لحظة علشان يثبت إن هو يستحق الثقة دي. بيبدأ ساعتها يخطط لتحركات الجيش بتاعه، بيركز على تدريب الجنود علشان يكونوا مستعدين لأي مواجهة ممكنة، وده بيعزز ساعتها من احترامهم ليه أكتر وأكتر، وبيكونوا فرحانين كمان. تشاو بعد كده بيروح للجنود اللي كانوا تابعين للملك هان، وساعتها بيجمعهم في ساحة كبيرة. بنشوفه ساعتها لما بيتكلم معاهم وبيطلب منهم إن هم يعلنوا ولائهم ليه وللمملكة الجديدة اللي هو بيمثلها. الجنود ساعتها كانوا مترددين جدا ومش عايزين يعملوا كده لأن كانوا بيحبوا الملك هان، ولكن برغم ترددهم الشديد ده في الأول والآخر بيقسموا ليه بالولاء. تشاو ساعتها كان موافق على ولائهم ده، ولكن كان عنده قلق كبير جدا تجاههم، وكان شايف ساعتها ان الولاء بتاعهم ده ممكن يكون مجرد تمثيل لانهم ما بيحبوش الجيش بتاعه، وكانوا بيقاتلوا لسه قدامه من فترة قصيرة، وكان متوقع اي غدر منهم في اي لحظة ومستني ان هم يطعنوه في ظهره كمان. وكان خايف وقتها ان هم كمان يستغلوا اي فرصة للتمرد علشان يتعاونوا مع اعداء المملكة في الخفاء، وعلشان كده قرر وقتها ان هو مش هيسيبهم لوحدهم ولازم ان هو يراقبهم عن قرب. وبالفعل وقتها بدأ يعين بعض الرجالة اللي هو بيحبهم وموثوق بيهم وسطهم علشان ساعتها يراقبهم كويس أو يقدر يعرف حركاتهم واي خطط ممكن يعملوها. وفي نفس الوقت بدأ ان هو يعزز انتمائهم للجيش بتاعه عن طريق منحهم بعض المميزات البسيطة، والمميزات دي كانت عبارة عن امدادات افضل وحصص تدريبية متقدمة. كان بيلعب وقتها وبيسعى ان هو يحسسهم ان هم جزء من الجيش بتاعه فعلا
فعلا مش مجرد اسرى حرب وخلاص. وبس لحد هنا يا اساطير تكون حلقة النهاردة خلاص خلصت. فيا ترى بقى بطلنا تشاو ينجح في المهمة بتاعته دي ويخليهم عندهم ولاء للجيش بتاعه ويشيلوا اي غدر من دماغهم ولا لا؟ وتفتكروا هيكون قد المسؤولية الكبيرة اللي هو اخدها دي وهيقدر يفوز في المعركة اللي جاية ولا لا؟ طب وحبيبته اللي ما نعرفش عنها اي حاجة لحد دلوقتي هيكون مصيرها ايه؟ احداث اسطورية مشوقة هنعرفها مع بعض الحلقات اللي جاية ان شاء الله. عايز اقول لك في النهاية يا صديقي ان الدعم الوحيد ليا ان انا انزل بشكل مستمر هو اللايك بتاعك والكومنت الحلو اللي زيك. وطبعا ما تنساش السبسكرايب في القناة علشان تتابع معانا احداث الحكاية. وفي النهاية حابب اقول لك صلى على النبي واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.